هسه راح اخذكم السوق ابو دودو ونطب المحلة ابو دودو، ابقوا وياي. وهسه راح اخذكم المحلة ابو دودو، بس قبل هاي خلي نفوت بسوق ابو دودو ونكتشف شكو بيه من محلات واسواق بهذا السوق. ومثل ما تشوفون قدامكم سوق ابو دودو سوق صغير بداخل الفرع، بيه كم محل مال اسواق وكم محل مال مخضر وبيه قصاب وبيه فرن ويعني شغلات بس اللي تخدم المنطقة. شلونكم حجي؟ شلون الاحوال؟ شلون ابو دودو؟ شلون السوق؟ عايشين الحمد لله. الله يديمها. هاي محلات بغداد القديمة وهاي ناسها الطيبة. قلب على قلب. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. ولملوم يعني مو خليط حجي، لا تقول لملوم. خليط لا تقول لي لملوم. بقية الناس يعني اقارب يعني. والله هي لا، انا شفتها محلات بغداد القديمة اغلبيتها تلقيها متكاتفة، حتى تلقي ما يحكي وياك، بس من يصير عندك كدر يا ستار يا ربي، يصير عندك فرح تلقيهم واحد قلب على قلب. مواقف كلش حلوه بيه. ايش قد عمره يطلع هذا البيت حجي؟ والله لا اكثر فوق ال100. لا لان بناشئ المان اقل. هذا عقاده يجي ايه اقل من 100 ما فوق. ممنون منك حجي. وما زلنا متجولين بسوق ابو دودو، مثل ما تشوفون قدامكم سوق صغير. وبالمناسبة هاي المحلة كان اسمها عقد اليهود، وفترة اللي تغيرت بيها وصار اسمها ابو دودو صارت بعد ترحيل اليهود خارج العراق، بدت تتغير اساميها وسميت ابو دودو. وبالمناسبة هذا العقد أغلبيته يهود، يعني نادرا ما تلقي بيه مسلمين قاعدين بهاي المنطقة. حال عقد المجادي اللي هو أبو شبل، كانت أغلبية سكانه يهود. وهاي هسه احنا نتجول بالسوق، وعلى جهة اليسرى أفرع الططران، وعلى جهة اليمنى هسه راح ندخل بالفرع الرئيسي اللي هو تابع لابو دودو. وقبل ما هاي خلينا نباوع هذا الفرن الصغير اللي بداخل المحلة مثل ما تشوفون قدامكم، يعني سوق صغير تابع للمحلة. السلام عليكم. وهسه مثل ما قلت لكم خلي ندخل